السلام عليكم ورحمة الله. معتقدات سودانية غريبة وقد تكون ما معروفة لبعض الناس وقد تكون مضحكة للناس المعارفينها. بحديكم 10 معتقدات منها وتفسيرها، والزول العارف له معتقد يكتبوا لنا تحت ويورينا معناه شنو، والناس تشير الفيديو عشان نستفيد من بعض. المعتقد الأول المشهور في بعض مناطق السودان إنه لما يكونوا في مجموعة من الناس بياكلوا مع بعض في صحن بتاع عصيدة، وواحد يحفر في العصيدة في قدامه بيقول لي أنت نسيبتك بتريدك، هو برد عليهم بيقول لهم شنو؟ بيقول لهم لا ده حفريدي وغرق لي. المعتقد الثاني معتقد مشهور في كل مناطق السودان، اللي هو الانسان اللي بياكل في الحله يوم عرسه بتجي الكتاحه. المعتقد الثالث معتقد غريب جدا، اللي هو الانسان اللي بيقوم له حبن، والحبن ده الخراج اللي بيكون سخن وفيه الم شديد داك في منطقه من مناطق جسمه، بيقوموا بيقول له انت معيش. معيش يعني شنو؟ يعني زراعتك السنه دي ان شاء الله حتكون صح. المعتقد الرابع عند النسوان أكثر حاجة مشهور، اللي هو المرأة لما المرأة تاني تجيب لها خبر، هي بتقوم خبر ما عجبها، مثلا قالت لها فلانة زوجها طلقها، هي بتقوم بتدق على فخدها كده وبتقول لها قبلك وقبالك، وبتعتقد انه اذا ما عملت كده هي برضه ممكن تتطلق. المعتقد الخامس مشهور في اكثر مناطق السودان، واللي هو قليب النعلات. لما يقلبوا النعلات في شخصين مختلفين بيعتقدوا انه الشكل حتكبر وهم حيستمتعوا بالمشاهده والدراما. المعتقد السادس معتقد قديم جدا جدا من ممالك النوبة القديمة قبل آلاف السنين، اللي هو وجود العظم في خشم الباب بتلقاهم خاتين لهم قرنين بتاعت بهيمة، أو الشخص في الزراعة بتاعته بيجيب الفاخورة بتاعت التور أو الجمجمة بتاعت التور أو بتاعت الخروف بخدها قدام الزراعة بتاعته، وبيعتقدوا إن الحاجة دي بتكف العين. المعتقد السابع معتقد بيعتمد عليه حركات الجسم، مثلا شخص يقول لك أنا عيني رفتني. عيني رفتني شنو؟ يعني اتحركت. اذا اتحرك الجفن الفوق بيعتقدوا انك انت حتلاقي زول وتسلم عليه. اذا اتحرك الجفن الثاني بطريقه فجائيه بيعتقدوا انه حيموت لك زول وانت حتبكي. اذا يده اكلته او حصلت له حكه في يده بيعتقد انه جاياتنه قروش. اذا في رجله تحت حصلت له حكه في الرجل بيعتقد انه هو مسافر. المعتقد الثامن معتقد مضحك جدا، اللي هو اذا كان في طيره قاعده في شجره او طايره في الجو ووسخت لك في راسك بيعتقدوا انه انت جايتنك قروش، وبيتفائلوا بالحاجه دي وبيستعبروا بها. التاسع نفس المعتقد الثامن، اللي هو اذا انت كان شايل لك قهوه واندفقت في يدك بيقول لك جايتنك قروش. المعتقد العاشر حاجه مضحكه جدا زي الخيره، انه اذا عندك كم خيار قدامك وما عارف تختار، يا توب تقوم بتعمل يا يدي شيليني وخدتيني في بيت الله العاجبني في السهلو في المهلو خير الله يشيل ويديني يا جنه يا نار. وبتختلف من منطقه لمنطقه، كل ناس بيقولوها بطريقه بيعتقدوا انه في الحاله دي الشخص بيختار الحاجه الصحيحه. والسلام عليكم ورحمه الله.